أو فيها أصوات مرحبا. إذا بداية بمعلومة اليوم، معلومة كتتعلق بالوكالة والسجل الوطني الجديد. دكتور، أهلا وسهلا. اهلا بك وسهلا. طيب اليوم 1 يونيو 2026 غادي يدخل حيز تطبيق واحد القانون جديد اللي هو 1831 اللي كانت نشرت في الجريده الرسميه ديال غوش 2019 اللي هو متمم ومعدل لقانون العقود والالتزامات ديال 1913. يعني دخل البارح حيز تنفيذ دكتور. اليوم جوج. البارح واحد. البارح واحد. البارح واحد يوم فاتح يونيو دخل حيز التطبيق. اش كيقول هذا القانون؟ انتم طبعا سقطوا الاخبار بان بزاف ديال الناس مشاو لهم الاراضي ديالهم وكانوا ضحايا ديال الناس اللي زوروا وثائق، ومن ضمن هذه الوثائق وكاله، يعني العقار ديالك محفظ. وحنا تنقولوا ملي تيكون العقار محفظ يعني كتكون مطمئن، ارضك مامنه على الناحيه القانونيه، مامنه، ما عمر شي واحد ياخذها لك، خلافا للاراضي الغير محفظه اللي كتكون مهدده. تنقول لكم ماشي واش ارض غير محفظه، لكن المحفظ تكون مطمئن. لكن مع ذلك واخا الارض محفظه كتكون انت جالس فيها وشريتيها وفي سميتك، ولا ورثتيها وفي سميتك ومحفظه ومسجله وجالس و20 عام وانت فيها وما كاينش اللي كيهضر معاك، محفظه. جبت شهاده الملك كتلقى سميتك. واحد النهار كيجي شي واحد كيدير لك دعوه في المحكمه ديال الافراغ، تيقول لك شريف هاد الدار راه ديالي. الله ودي كي درتي؟ لا، هاد الدار راني شريتها. ما عند من شريتيها؟ انا ومول الدار. لا سيدي، انا شريتها من عند واحد السيد دير له انت وكاله، وها الوكاله وها العقد باش شريت، ودابا راني سجلت وحفظت والملكيه راه دابا ديالي. دابا خصك تخرج. الله ودي هاد الشهاده راه مزوره شريف، هاد الشهاده ما مزوره ما حتى شي حاجه. انا سجلت وحفظت، دابا خرج لي من داري. انت تخرج من الدار يا بخاطرك يا بالمحكمه، وانت كتمشي ديك الساعه تجري وتمشي تثبت بين ذاك الوكاله مزوره وبين ذاك التوقيع ماشي ديالك، وشوف واش يكون التوقيع ماشي ديالك ولا يكون شي واحد تيشبه لك بزاف، شي واحد قريب لك اللي قلد ذاك الامضاء ديالك، التوقيع ديالك، على اساس انه انت اللي وقعتي، بحال انت اللي وقعتي. وممكن نديروا كاع خبره ويخرج النتيجه ديال الخبره الخطيه بان هذا التوقيع ديالك. مشات على عينيك عجاجه، مشات لك دارك. هادشي كله بوكاله. او درت وكاله لواحد السيد، وهاد الوكاله لغيتها، قلت له الله يخليك انا راني في بلجيكا وانت خويا ولا انت جاري ولا انت نسيبي ولا انت راجلي ولا انت مرتي، هاكا هاد الوكاله الله يخليك تكلفي لي باش تشري لي واحد الدار في سميتي وديرها لي في سميتي. قضينا الغرض، ولا داك الوكاله كانت عقاريه، وكاله يمكن لها تفوت، يمكن لها تبيع، يمكن لها تتصرف في عقار معين. وداك الوكاله لغيتها، صيفط لك تشوف الله يخليك ما ديري حتى شي حاجه. هذيك الوكاله اللي صيفط لك انا كنلغيها، وصيفط لها هي رساله، لان هادشي اللي كان عندنا قبل. حتى هذا النهار البارح هادشي اللي عندنا قبل، كنعطيك وكاله برساله، كنقول لك ها الوكاله عطيتها لك، حررتها وعطيتها لك. هاد الوكاله خصها يصاوبها ملي كيتعلق المساله بالعقار، خصها يصاوبها الموثق، العدول، او المحامي مقبول لدى محكمه النقد. هادو ثلاثه اللي عندهم الحق، او الموظفين اللي كاينين في القنصليه، هادو اللي كيديروا الوكاله الرسميه، ماشي الوكاله الرسميه، الوكاله اللي مطلوبه في تصرفات التفويت، البيع، الشراء، الرهون ديال العقارات اللي كتعلق بالحقوق العينيه والعقاريه. هاد الناس هما اللي كيديروا هاد الوكاله. إذا مشيت درت وكاله عند الموثق وعطيتها له، وعاوتاني صيفط له رساله بوحدي، ماشي عند الموثق ديك الساعات، كنقول له ديك الوكاله اللي درت لك بتاريخ كذا وكذا راني كنلغيها. هنا قانونيا تلغات الوكاله. شكون اللي ساق الخبر بان الوكاله ملغيه؟ غير هو وانت. المحافظه في راسها ما في راسهاش، اللي غيشري العقار في راسو ما في راسوش، الاغيار في راسهم لا، الغوغاء والعمام الناس في راسهم لا، الادارات في راسهم ما في راسهمش. راك لغيتي الوكاله، مازال ذاك الوكاله عنده ذاك الناس ما سيقينش الخبار. اذا يمكن له يمشي يبيع، ويمكن له يمشي يشري ويمشي يدير، وانت كتقول له راني لغيتها. اشنو كيبقى؟ كتبقى المسؤوليه ديالو امام القضاء. اما العقد غادي يدوز، وعاد خصك تمشي للمحكمه، وعاد تثبت بان تم الالغاء، وعاد المتابعه ديالو هو بتصرف بدون اذن الى اخره. طويل هادشي. اليوم
هاد المبادره اللي خدات وزاره العدل ماشي من دابا، 2019 فاش تنشر هذا القانون 1831. هاد المبادره اني ماشي تنقول بان هادشي ما يستحقوش هذا وزير العدل الحالي اللي كاين، لا بل انا بالعكس كيعجبني في بعض الحالات ديالو، كان ذكي وجريء. ما عمري شفت شي وزير عدل في السابق بالجرأة ديالو في شي مواضيع والشجاعة ديالو، يعني كنسطروا عليها وخلي المؤاخذات. ولكن هذه مسائل إيجابية كاينة تسجلها التاريخ. هز شي حوايج اللي ما عمر شي واحد يقدر يهضر عليهم، شي حوايج غامرين منسيين، هو جا بديك الوسخ وديك الغمال وداك الشيء وناض كيجمع باغي ينقي باغي يدير. هادشي ايجابي ومحسوب ليه. هذا القانون جا ابتداء من البارح تيقول له سيدي الوكاله يديرها لك الموثق ويديرها لك العدول ويديرها لك محامي مقبول لدى محكمه النقد ويديروها الموظفين العموميين اللي كاين في القنصليات العامه مزيان. لكن هادو اللي غادي يصوبوا لك هاد الوكاله هما مطالبين باش يقيدوها في السجل الوطني الالكتروني ديال الوكالات. الله، شنو هاد السجل الوطني؟ هاد السجل الوطني الالكتروني ديال الوكالات كاين في كل محكمه ابتدائيه اللي تابعه لها اما العقار او السيد اللي ساكن صاحب الوكاله، تبع السكن ديالو المحكمه الابتدائيه او تبع العقار او السكن. كنمشي سيدي الكتابه بالضبط كنقولوا فين مصلحه السجل الالكتروني الوطني للوكالات. تيقول لها سيدي المصلحه ديالنا شنو بغيتي؟ بغيت نقيد سيدي واحد الوكاله، انا موثق وعطيت الوكاله لواحد سيدي كتبتها له حررتها، دابا خصني نقيدها. كيقول له واخا قيدها سيدي. تتقيد كترجع عندها مرجع. اذا هنا غادي يقول عباد الله كلهم اللي معنيين راه السيد دار وكاله. اذا المحافظه غادي تدخل داك السجل الالكتروني، المحافظ في المكتب ديالو غيديرها وغيدخل السجل اللي كاين في المحكمه. القنصليه في بلجيكا غادي تدخل عن طريق الانترنت، غادي تدخل السجل الوطني الموجود في ذاك المحكمه الابتدائيه اللي كاينه في الرشيديه اللي عندنا بها الغرض. الموثق غادي يدخل، المحامي غادي يدخل، المحافظ بغى يدخل ملي غيبغي يحفظ. اي اداره بغات تدخل غتقلب على ذاك الوكاله واش كاينه حقيقيه ولا لا، واش مولاها جاب الصح، واش مولاها ما ميتش، واش مولاها ما لغاهاش، واش مولاها دار الوكاله ومتثبت بالوكاله، وشكون هو مولاها وفوقاش دارت وشكون اللي دارها. كل شيء غادي يكون في هذا السجل. طيب بغا تقولوا لي ايوا ولا لغاها، يلا ها هو السيد لغاها وعيط لهذاك السيد قال له انا الوكاله لا الالغاء ما غنعيش داك السيد ونصيفط له رساله ونقول له انا لغيت الوكاله، لا غادي نرجع لعند هذاك السيد اللي درت الوكاله نقول له راني كنلغيها باش هو عاوتاني يدخل، او حتى انا الموكل حتى انا يمكن لي نمشي للسجل للمحكمه ونقول له انا كنلغي الوكاله، او نرجع عند الموثق اللي عطيته ديال الوكاله وهو يقول له ما سيدي كيلغي الوكاله وكنقيد الوكاله. اذا ملي كيجي السيد يبيع داك العقار والوكاله ملغيه، المحافظ ما غيجي يجيب له هذاك السيد باع هذاك اللي عنده الوكاله باع عقار هو ما عندوش الحق يبيعه حيت لغى له السيد الوكاله. كيقول له كتبيع بوكاله واخا غندخلوا السجل الوطني للوكالات. كيدخل المحكمه كيقول الشريف الوكاله ديالك راه تلغات. اسمح لي ما صحابنيش. هو لا راه ماشي ما صحابنيش، هو كان صحابو راه داك السجل ما كاينش وراه حتى واحد ما صيفط خبر وراه يمكن له عاوتاني يبيع. اذا المحافظه ما يمكنلاش تدوز واحد العقار اللي هو الوكاله ديالو تلغات. اذا هذه آلية من الآليات القانونية اللي ممكن تحد لنا من هاد السلطة وهاد النفوذ وهاد الفعالية والنجاعة والتوحش اللي كتعرفوا ما فيه العقار، اللي كيبيعوا يشريوا في العقارات ديال عباد الله على ظهورهم، اللي ميت كيدير وكاله بسميتو هو ميت وكيبيعوا العقار ديالو، اللي خاوي البلاد كيدير وكاله بسميتو ويبيعوا العقار ديالو، واللي مريض ومسكين عيان كيبيعوا حتى اللي صحيح وجالس في دارو كيدير وكاله بسميتو. هذا الشيء ما غاديش يبقى. كنتمنى
هاد المجرمين عاوتاني ما يقلبوش على ثغرات واحد اخرين باش يوقفوا، ولكن على الاقل ها انتم شوفوا هذا هو الابداع، هذا هو الابداع. هادشي كان خصو يدار هذه سنوات. كان رحنا بزاف ديال الناس حملنا لهم العقارات ديالهم اللي تباعوا راهم كيعانيو مساكن في المحكمه. راه ما تصوروش شنو هي تشري عقار ب 100 مليون ولا 70 مليون وانت فرحان به وجالس وفرحان وكتقول لنا محفوظ ها شهاده الملكيه ديالي انا فرحان. ما كاينش اللي قيس العقار ديالي وكيجي كيلقى راسو مطرود للزنقه حيت واحد زور له الوكاله وباع له العقار ديالو، باع له الدار ديالو على ظهره. ما تصوروش الصدمه كيفاش دايره، وقعت بزاف ديال الناس. اذا هادشي هذا باش نقول لكم راه المسؤولين فعاوت اللي تعاطاو في البرلمان، فعاوت اللي بقاو يدابزوا في الحوايج التافهه ونمشيو ينعكس التفاهه اللي كنشوفوا في المواقع الاجتماعيه تنعكس علينا في البرلمان وفي الاحزاب وفي الحكومات. لا، خاصنا هنا فين نشدوا علينا ونبقاو نبدعوا. انا ما طاحتش عليا هذه الفكره هذه، لكن الناس اللي مختصين والناس اللي خدامين واللي كيشدوا عليهم واللي مسؤولين كان خصهم يخمموا ويلقاو لنا هذه الاليه هذه 10 سنين. هذه 10 سنين الى تعقلوا نهار دار الخطاب ديالو صاحب الجلاله نصره الله وحفظه، دار الخطاب وقال لهم هادشي ديال المافيا العقارات خصنا نوضعوا على حد، وتعطى تعليمات النيابه العامه من رئاسه النيابه العامه باش يحققوا في الملفات وباش ياخذوا الامور بجديه وباش ديك الساعات. هذه واحد 10 سنين كان خصنا نخمموا في اليه فعاله. دابا على اين معطلين ماشي مشكل، المهم واخا نتعطلوا ولكن درنا المزيه، درنا هذا الاجراء. نتمنى يكون يعني ناجع والناس حتى هما يوعاو بهذه المعلومه هذه ويعرفوها باش يعرفوا شنو هو الاجراء اللي عندهم اللي يبغي يديروا وكاله. إذا آلية قانونية جديدة للحد من التلاعب في العقارات. كنتكلموا على الوكالة وضرورة التقييد ديالها أو التسجيل ديالها في السجل الوطني الإلكتروني للوكالات. شكرا لك زكريا الشقر. نواصل معكم أو في أصوات بعد الفاصل، خليكم معنا جميعا. أو في أصوات مرحبا مجددا، تحية لكم، مرحبا بكم معنا. نواصل طبعا في كل حل مع دكتور معتوق. 0522 77 24 24 نوصلوا ناخذ اتصال على الخط معنا. عبد الرحيم ايضا تهامي والعربي. اذا اول متصل هو السي العربي. السلام عليكم. الو ورحمة الله. اهلا، تفضل العربي. كنسول الدكتور معتوق كنت عليك. مرحبا العربي كنسمع. لا ما لا يستاهل. السلام عليكم استاذ. نعم سيدي تفضل. كنت سولتك في نهار 5 شهر 4 ايام فيه على واحد مديونيه تاع جدي. شنو هي جريمه؟ مديونيه لواحد البنكه. مديونيه هي كنت المهم قال لي شهاده الملكيه جبتها لهم نسخ تاع العقد المحافظه 10 نسخ جبتها لهم. لا عين بالله سيدي، دابا جدك كانت البنكه كتسالو الفلوس؟ كانت تسالو الفلوس. وجدك مات؟ مات ليه. وجدك مات ليه. شنو خلى جدك؟ خلى واحد الارض محفظه. ارض محفظه. وهما كانوا مديرين عليها شي رهن داك الارض؟ المهم كان شاد عندهم سلاف 98. لا جاوبني على السؤال. عرفت راه كان شاد عندهم سلاف، واش كانوا هما راهنين داك الدار الارض؟ عريش راه حاط عندهم جدي نسخه على السد مديونيه. واخا زيد. المهم انا بغيت غير نرفع زيد. المهم قال لي جيب ديك النسخ تاع العقد وشهاده الملكيه ديالها. المهم جبتهم اليوم. حين جبتهم اليوم قال لك اودي ما نعطيكش رفع على يدك. قال لك هذاك شكون مالك مشترك تاع الورثه. قال لك تجيب هاد السيرات والفوتوكوبيات وشهادات الوفاه. المهم واش كاينه شي حاجه من غير. اذا واش ضروري عقد الإيراد؟ اشنو من غير شنو؟ زعما شي حاجه واش ما يعطيونيش. قال لك ما نعطيوش نتابعوا في ديك الرفع اليد. فوقاش مات جدك؟ مات 16. شنو 16؟ 2016؟ 2016. وما عرفتيش واش كان داير التامين، داير لاسورانس ولا ما دايرهاش؟ لا ما داير والو. غير فلاح ما داير والو. كيفاش غير فلاح ما داير والو؟ راه الفلاح ملي كيدير المهم فلاح ما داير والو ما داير. المهم شاد ديك المدينه كنشدها في 96 1996 و 98. المهم هو التعفى كان خرجوا سيدنا التعفى. هو ما عنده مديونيه.
هو رفع اليد ما بغاش يعطيو علينا، قال لك خصك تجيب كاع الوكاله وشي ولد ماتوا ولا ماتوا ما دخلوش وانت علاش بغيتي رفع اليد؟ تاع الوالده بغينا نبيعوه ولا نتصرفوا فيه، تيتصرفوا فيه ناس اخرين، تيتصرفوا فيه الناس. داك الدار اللي داك الارض اللي كان هو راهنها عندهم. لا غادي تمشي عند محامي هو اللي غيراسلهم وغادي يصيفطوا له رفع اليد. هكاك. والله يسالك نعاود نسولك واحد السؤال تا هو على حساب الديني الله يفتح عليك. قول. المهم كان عنده واحد التعويض في السماره. تعويض في السماره؟ في السماره كانت عنده واحد الدار عوضوا عليه. المهم كان التعويض في 2007. التعويض ديال اش الشريف؟ تاع الديور مخيه مصافي تاع المخيه ديور واخا ديور عشوائيه. وياه. المهم مات في 2016 هو. اييه. عويض خرج في 2024 شهر 11. اييه. 2024 شهر 11. المهم شنو اللي 2024؟ نعم. شنو اللي كاين في 2024؟ هذاك التعويض اللي كان تقيل في 2007 خرج في 2024. حتى 2024 عاد خرج. بحال خرج في 11 شهر 24. شنو عطاوه؟ المهم عوضوا لهم الديور. شنو عطاوه؟ دار، عطاوه فلوس، عطاه ارض، شنو عطاوه؟ عطاوه دار مزيان. دار. المهم واحد المراه كان مجوجها ماشي شده. شنو؟ مجوجها تقيدات معاه في 2007. اييه. المهم 2016 هو مات، عاودت هي تزوجت راجل اخر. المهم حين تخرج على 2024 خرج فيها هذاك التعويض، ولات هي اللي دات ديك الدار في الورثه، يعني ما دا والو. علاش ما دا والو؟ دابا دوك هي بعتها، هي بداتها بعد شي شهر بعتها، ولكن خرجت لها بوحدها. وخرجت لها خرجت سميتها. ايوا صوبت الوراق بان كانت غير وياها، والا مات هو غادي تاخذها هي. واخا كانت مجوجه. وحنا ما عندنا غرض دابا الا كانت مجوجه. نتوما هذا الراجل فاش غيفيدكم؟ دابا هي استفدات ب 50% وهو 50%، ويمكن دايرين في العقد ولا في دفتر التحملات ديال داك التعويضات. حتى انا ما عرفتش هذه الاستفاده اللي كتهضر عليها ولا الدعم ولا هذه التعويضات منين جايه. كاينه في السماره. خاصك تمشي لعند الاداره اللي عطاتهم التعويض تشوف علاش داز هذا التعويض ليها بوحدها وما داش للورثه. صافي. إذا العربي تبارك الله عليك. غادي نواصلوا اوفياء اصوات معكم مباشره. مرحبا بكم معنا مجددا الى مدينه الدار البيضاء. ناخذ عبد الرحيم ومن بعد تهامي. خليك معنا عبد الرحيم. عليكم. وعليكم السلام. اخت فوزيه بخير؟ اهلا وسهلا. دكتور معتوق كي داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله سيدي بارك الله فيك. والله الا نحبك في الله دكتور معتوق، الله يكثر من الامثال ديالك. الله يبارك فيك. الله يكثر من الامثال ديالك وعلى الغيره ديالك على الوطن. تفضل. دكتور معتوق عندي واحد الاشكاليه مع البنكه. كان عندي واحد الكريدي كونسوماسيون وكنت ملي جات كورونا كنحبسونا ما بقيتش خدام. اييه. ودابا وقفوا لك واحد 3 شهور. وعاود مددوه 3 شهور اخرى. مدوا لي 3 شهور وكنت انا اصلا ديك الساعه ملي كنت معك الخدمه اللي كنت خديت منها اصلا في الاول كريدي كنت خرجت منها وبدلت الخدمه مشيت لخدمه اخرى وبقيت غادي معاهم عادي في لي طريط ديالي كنخلص عادي. مني جات الكوفيد مني جات كورونا كانوا حبسونا هذيك الشركه اللي خدمت معاها وباقيين يلاه كيبادين حبسونا. من وراء الكورونا ما بقيتش خدمت، بقاو كيتراكموا عليا دوك الديون، بقاو كيصيفطوا لي دوك الانذارات ودوك الرسائل باش زعما نخلص. انا مشيت عندهم قلت لهم شوفوا مع تراكم عليا بزاف ديال الدين، قلت لهم راه ما نقدرش نخلص هذا المونطو كامل، ديروا معايا شي حال شي طريطه ولا شي حاجه بسيطه نقدر نحاول نخلصها لكم. قال لك لا خاصك تجيب لنا على الاقل نص ديال المبلغ كامل ديال المونطو كامل عاد نشوف واش غنديروا معاه. المهم ما داروا معايا حتى شي حل، صيفطوني لقسم النزاعات. دابا جاتني استدعاء ديال المحكمه، صيفطوا لي الدوسي ديالي للمحكمه. دابا نهار لوسيس نهار السبت عندي المحكمه. عندك جلسه؟ وما عرفتش عندي الجلسه نهار السبت وما عرفتش شنو هو الاجراءات اللي غيداروا ولا شنو خصني ندير ولا اش غيديروا. لا خاصك دير فقط محامي باش تمشي تشوف الوراق اللي دفعوه هما والمبلغ فين وصل، باش الا كان اقتضى الحال طلب خبره
غادي تضرب خبره حسابيه باش يقولوا ها شحال المبلغ اللي بقاو تيزيد، حيت دابا شحال انت سلفتي في ديك الوقت؟ وما كان شحال تسلفت ولا شحال ديال الوقت؟ شحال انت سلفتي؟ انا كنت تسلف ديك الساعه، كنت درت راشا، كان عندي كريدي ودرت راشا، قول عطاوني تقريبا شي 5 المليون، ولكن في التوتال كان ديك الساعه 13 مليون، خلصت منه تقريبا شي عامين، بقات عندي في المجموع. دابا غادي تبقى عندك واحد 25 ولا 30 مليون كيسالوك. زادوا عليا بزاف، دابا ولات عندي حتى الزيادات زادت بزاف على داك المونطون اللي كان. 25 مليون غتلقى، شحال وصلت لك؟ ما عرفتش، اخر رساله جات عندي كانت فيها تقريبا شي 12 مليون. لا شنو 12 مليون؟ انت قلتي كيسالوك. ولكن لحقاش انا خلصت انا كانت بقات عندي ديك الساعه في الكريدي شي 9 مليون. واخا تسعود راه من 2020 ل 2026 اذا كانت تسعود هاد 6 سنين اللي زدتي غتكون وصلت على الاقل ل 20 مليون، ولا كان 13 غتكون وصلت ل 25. لا ماشي 13، لا 13 حقاش انا خلصت منها، ما بقاش 13، انا عامين وانا تنخلص في هذاك الكريدي. والله هذيك تمشي للمحكمه وتفاجئ، انت زي صحابك خلصتي بعد عطيتي الملائكه غيقبضوا لك الفلوس وغيحسبوا لك داكشي اللي عطيتي ويحيدوا، راه تيقبضوا داكشي بحال كتلوحوا في الرمله، بحال كتكب الماء في الرمله. دابا غدير محامي وسير للجلسه. واخا شكرا دكتور، شكرا عليك. مرحبا عبد الرحيم، نواصل معكم من مدينة مراكش. كنذكر أو في أصوات مازال معكم، وأرقامنا 0522 77 24 24 على أصوات. مرحبا بسي تهامي. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ بخير. مرحبا تفضل. الله يرحمك الوالدين. أنا كان معايا واحد جاري. الو كمل السؤال كنسمعوك. نعم شنو وقع؟ المهم جا شد حدايا واحد المحل، وذاك المحل دخل لي الماء ودخل ولا كيدير لي الدجاج وهذا، وعيط لي في التليفون قلت لي الله علاش دخل لك الماء زعما دار فيك الخير ومشى قيد لك الماء ودار لك؟ لا دخل لي الماء للدار، دخل لنا ولا هو خدام لافاج وكيدخل لي الماء للدار، شربت دابا هو دار محل تحت منك واحد؟ لا حنايا في عشواي دار واحد المحل كيغسل فيه السيارات. اييه، وذاك المحل مع والماء كيسيل كيدخل لك لدارك. اييه، وكيجيو الناس كيقالوا الحياه وانا عندي الدراري وعندي هذا، بعد عيط ليك لي الله يرحمك الوالدين شوف شي حل لهذاك الماء. قبل ما نوصل له نخزن له والو، قال لي شوف، قال لي بغيتي تصبر على هذاك الشيء صبر، ما بغيتيش انا حيط صحيح جري جهدك. اييه مشيت اول حاجه درت شكايه، درت سداد القايد درت عليه ما جاوبنيش كاع مره لدركو. بقيت انا وياه درت شكايه المقاطعه ديال المناره ما جاوبونيش لدركو. عاود مشيت بقيت تنسري هنا ناض هو ناض، مشيت درت واحد الشكايه للاراضي ما قلت لهم ودي هذا السيد هذا ما داك الواد الحار اللي هاز ما هزوش قانوني ولا كيجوني. سي تامي فين وصلتي اليوم؟ شنو درتي؟ واش مشيتي للمحكمه ولا مازال؟ يعني هاني جايك استاذ. غادي ناخذوا الوقت لباقي المستمعين. فين وصلتي اليوم؟ بعد مشيت للمحكمه مشات حكمت عليه برفع الضرر باش يدير الزفت من عنده. واش باغي لي انا الدار. بعد جينا بلغناه وبغينا ننفذوا عليه هذاك الشيء، رفض. درنا حكمت عليه المحكمه غرامات ديال 200 درهم كل نهار توخي. بقى هذاك الشاكوك بعد بلغناه ما جاوب ما دار معنا والو. دابا 5 شهور هذه باش حنا ما دار معنا والو، دروك باقي في التالاج دار لي يا استاذ الله يجزيك بخير. دابا ها النقطه اللي بغيت هنا، اللي بغيت الحق ديالي يبان هنا. مشى دبر لي 2 شهور زور وداني دار بها شكايه بلا نصت لي على المراه، حكمت هي المحكمه بشهرين ب 6 شهور سورسي و 10500 درهم غرامه ماليه. على باش تهمك درتي لمرته؟ تهمني قال لي انا نصبت عليها على المراه ديالو. وانت كتعرف مرته؟ عمرني ما شفتها لدروك. عمرك ما شفتيها؟ عمرني ما شفتها لدروك استاذ. كرفتني استاذ الله غالب. في الثالث مزاج ما تفكينا من هذيك، مشى دبر واحد جاب واحد السيد طلع فوق الحيط ومشى عط لي شكايه ديال الزور ديال السرقه ثاني، مشاو شدوني ضربت شهرين ديال الحبس نافذه. من الاخر الشكايه اللي درتها ترفض ليا، كيقول لك لا خاصك تعطينا شي حاجه ما يثبت. انا عندي معاينه ديال العون القضائي، عندي طلبت الخبره لهذاك السيد اللي كان طالع تما، رد عليه قال لي ما بان لنا والو في هذا الشيء. جريت ترك راه باقي دافع لهم الدوسي الله غالب. واستاذ ما نكذبش لك الله غالب، قهرني هذا السيد.
واش درت تدز لي الحفظ ما فهمتش. هو قال لي نهار الاول قال انا حيت صحيح ما تصور مني والو. واخا وهذاك الحكم اللي يحكم عليك ب6 شهور موقوفه التنفيذ صافي نهائي هذاك درتي سيدي لا الاستئناف؟ يلاه دزنا نهار في هذا الواشر هذيك السيمانه اللي قبل ما الاستئناف مشيتي للاستئناف درنا الاستئناف خلونا الحكم ثابت. عاد حطيت انا علمت بالله بغيت ندير النقد. يعني حتى الاستئناف ايدوه استئناف عاد بغيت ندير النقد. انا تنطالب هاد الناس هادو او استاذ تنطالب انا يعطيني هاد الناس هادو كيفاش شافوني سيدي تعطاتني الفلوس واش من كيفاش ومع نهاراش ومعاش بعد كنوقفوا قدام القاضي ما تيشوفناش كيقول لك عيبيدو زيد بحال دوك البهايم اللي كنتي تحسب فيهم حاجات زيد حشومه عار مؤسف قهرت. شهر ندير الحبس هكاك فاضي علاش تنضربوا استاذنا شهر ندير الحبس فاضي علاش شنو السبب؟ لا واش واحد الناس في البلاد ما يمكنش ونتحكم السورسي ما يمكنش يعني بالشهود الزوار ما يمكنش يا استاذ وعندي ما يثبت. لا دابا هذا هو المشكل. دابا انت هاد الاسئله اللي كطرح ديال عطيني سيدي غير هاد المراه اللي شافني تلاقيتها ولا عطاتني شي فلوس القاضي ما سمعلكش وما سمعش للشهود ديالك ياك؟ ما شهدش ما شافش الشهود ديالي ما سمعش ليهم وديتهم وهذا السيد اللي شاهد فيا مخاصم معاه وخدام معاه. انا مخاصم انا وياهم وشاهد فيا بحال شاد فيا يضرب. وعلى اي دابا عندك النقد راك درتي النقد صرحتي بالنقد كمل المسطره صرحت بالنقد كمل المسطره ديال النقد ديالك. هذيك المسطره ديال النقد وداير شكايه بهذوك هضروا دابا حاليا راه تدروج. واخا دابا يمكن لك تخليني نهضر. اي مرحبا استاذ مرحبا. دابا انت كمل المسطره ديال النقد ديالك وتبع الشكايات اللي داير بهاد الناس اللي زوروا اللي وسير سير حقق ايضا داك الغرامه التهديديه اللي ما نفذش الحكم ديال رفع الضرر. سير طلب التعويض داك 200 درهم. سير طلب التحقيق ديال التصفيه ديالها. دابا تكون وصلت واحد 6000 درهم. لا تقريبا هذوك 5 اشهر هذه تقريبا واحد 30000 درهم تقريبا. 30000 درهم غادي يهبطها القاضي لواحد 5000 ولا 10000 درهم. مزيان سير باش تضغط عليه. الا ما خلصلكش داك 5000 درهم ولا 6000 درهم ولا 10000 درهم سير دير له حجز على الاصل التجاري الا عنده شي اصل تجاري ولا عنده شي الات باش كيغسل ولا شي حاجه باش تضيق عليه شي شويه انت. لا ما تضيق عليه والو لا عارف اش يدير ما تضيقش يا استاذ عارف اش. وراه هذوما الاجراءات القانونيه اللي بقى لك اللي فيه بصح الفعاليه وفيه الامل وفيه الثقه هو الله سبحانه فعلي. اما هادشي اللي كتعاود لي راه تيبكي. لا هي بكيرة تخاف الله غالب. يعني الجهل الفقر والظلم اللي كتعيش فيه ما عرفت كيفاش ندير باش نساعدك. لا استاذ هو واحد النقطة يعني واش هاد القادة واش عنده حق يسول كيفاش ويواجهنا. طلبت انا مواجهة ما تواجهش علاش شوف الشريف شوف القاضي كاين جوج ديال الانواع. كاين القاضي اللي كيفلي الملف وكيبغي ياخذ واحد القرار وهو مرتاح ويمشي يتلاقى سيدي ربي وهو مرتاح وكياخذ وقته. وكاين القاضي اللي كيكون شاد الفلوس اذا انت غني تتشبع قول اللي بغيتي. هذا الشيء اللي كان انا شاد الفلوس دونك عيني فيك فاسد خاص تقول له اللي قلتي له فعلا قرارو راه في راسو فعلا فهمتي. هذا الشيء اللي انت خصك تميز. هذا الشيء اللي كاين هادو هما جوج القضاة اللي عندنا. قاضي شريف نزيه امين كيخاف من الله وكيدير داك الشيء اللي قدروا عليه الله وكيبحث وكيجتهد وكيحكم بما يرضي الله ويرضي ضميره وكيطبق القانون كيمشي مرتاح مع راسه. وكاين القاضي اللي سير غني مع راسك تتشبع بالدليل ديالك كما بغى يكون بطبيعة الحال راسو لا عنده فيه القرار حيت خدا الفلوس للقرار تخلص فعلا صافي. اذن تنقول لك انت ما تنقولكش بان هذا القاضي راه شي اللي دار حيت انا الله اعلم ما شفتش انا الملف غير تنقول لك هادو باش ما نظلمش انا شي واحد في غيابه وما سمعتوش وانت كتعاود لي بوحدك. غير كنقول لك جوج الانواع ديال القضاة. انا شوف استاذ الله يجزيك بخير نتحدى انا هذاك السي هذاك وشهاد اذا عطيوني هي وقتاش ونهاراش ومع شحال نقولها نتحدى امام الله وامام القانون وامام العالم هذوك الالوفات الناس تيسمعوني يعطيني هي نهاراش السيده عطاتني هاد الفلوس هاد يقول لي هي نهار. اسمعني يا شريف اسمع. الله سبحانه وتعالى ما كاينش بين دعاء المظلوم والله حاجز. سبحان الله. الدعاء ديالك كيدوز له مباشرة. حسبي الله عليك بالصبر وغادي تفرج
ونعم بالله. بزاف الناس ظلموا ودخلوا للسجن ظلما وعدوانا، خداو الناس الفلوس ودخلوا للحبس. انا ضربت شهرين كتسمعني ولا ما كتسمعني؟ اسمعني شويه. تنسمعك. دخلوا للحبس، والله سبحانه وتعالى من بعد وقت كينتقم هذوك اللي ظلموهم. سمعتي؟ اللي شفت فيها بالدستور والله وشاهدنا هي. صافي دير اللي عليك الاجراءات القانونيه وراكي الله سبحانه وتعالى. صافي سي تهامي الله يوفقك. اذا نواصلوا معك موفي اصوات بعد الفاصل. تنبغي دائما نفتح واحد القوسين باش ما يشوفونيش هكا تنهضر على القضاء، ولا القضاء للاسف حتى واحد ما يمكن له يخبع الوسخ، الريحه الخانزه اللي كاينه في بعض القضاة، حتى واحد ما يمكن يخبعها. لكن في نفس الوقت ما نساوش بيننا عندنا قضاة نزهاء تيخافوا من الله وتيطبقوا القانون وتيخدموا خدمه نظيفه بامانه وبشرف. يعني ما نخلطوش، صافي يكونوا الناس عارفين عندنا الناس المزيانين وعندنا الناس الخايبين. كيف كاين هادشي في العالم كله، غير حنا تبارك الله زايد عندنا شي شويه القياس الفساد زايد عندنا شي شويه القياس. نمشيو للمكناس دكتور قبل من الفاصل ناخذوا بوبكر. لا بوبكر بعد الفاصل، خليك معنا، بقوا معنا أوفياء أصوات بعد الفاصل، بقوا معنا شوي. نواصل الأوفياء أصوات معكم مباشرة. مرحبا بكم معنا، احنا مازال برفقتكم في كاين الحل مع دكتور معتوق حتى 3:30. نمشيو مباشرة. اتصال آخر على الخط إلى أزيلال. نعم ناخذ محمد. مرحبا بك معنا محمد. الو. نعم محمد تفضل. وين الدكتور معتوق الله يجازيك بخير. تفضل يا سيدي. حاول تبعد على الراديو. السلام عليكم سي الدكتور. تفضل مرحبا بك. حاول تبعد شويه من الراديو. لا ما عنديش الراديو لا. كيرجع لنا الصوت. واحد الحكايه راه درتها لك شحال هذه. واحد المره جيت بحدا بيديا سميتو. عندك شي سؤال دابا؟ عندكم تمايا ودرت لي هذيك التذكير ما بقاش ما. محمد ما بقيناش كنسمعوك. اذا نوصلوا حتى الصوت كان كيرجع عنده مشكل في التليفون او لا. اذا من الرباط معنا خديجه. مرحبا بك لاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي صافا بخير لاباس عليك؟ مرحبا بك لاله. كي داير الدكتور ديالنا لاباس عليه؟ تفضل. لا الحمد لله بارك الله فيك. بارك الله فيك. استاذي بغيت نقول لك عندي واحد بغيت شي استشاره اذا كانت ممكن. تفضلي. ما بغيتش نقول لك كلشي اون ديتاي. بغيت نقول لك دابا انايا من 2006 كان راجل تحكم عليه بانه يعطيني النفقه، وكان ادى لي بانه تعطيني بانك تعيش معاه وتعطيني النفقه تصرف عليا. ولينا وهو تحكمت وانا تحكمت عليه بالرجال ديال الزوجيه. هادشي في 2006 وبقى غبر مشى ونعود هذا وهذا اخرى. ودابا مؤخرا الرجال ديال الزوجيه الله غادي ينفذ الحكم ديال 2006. ودابا انا ما عرفتش شنو غادي ندير. انت دابا خرجتي من الدار ديال الزوجيه؟ خارجه بال 2003. ايوا راه داك الحكم راه مازال ماشي نهائي، اذا راه يمكن ينفذوا عليك، اذا خصك ترجعي للدار الا كنتي باغا ترجعي للدار. لا انا ما باغيش نرجع ليه. واش 2000 من 2003 وانا خارجه ولا تفكرني فني حكمت عليه المحكمه عاد ولا باغي يدير للرجل بيت الزوجيه؟ ايوا ولكن شمن جواج هذا 2003 وانت خارجه من الدار؟ هو في عالم وانت في عالم. دابا هو كان مسدود كان معتقل. اييه وعلاش ما درتيش مسطره ديال التطليق انت؟ انا ما درتش. انا دعيت على النفقه. وعلاش؟ حيت بغيتي باش ما تضيعيش في المتعه ياك. درت لي الحج على الدار. دايره لي الحج. سمعتينا استاذ؟ اييه سمعتك. دايره لي الحج ياك. هو ولدو تبارك الله راه عنده 29 عام عمره ما شافو. عمره ما شافو ولا قال انا ولدي. ومن بديت وداك الشيء المهم خرجت لي النفقه داروا لي الحج على الدار. دابا ملي بقى بغى واش باغي يدير اسقاط النفقه ما عرفتش شنو بغى يدير. لا بغى يسقط النفقه عليك من الطريق اللي غادي ترفضي ترجعي للبيت. ما سمعتكش استاذ. غادي يسقط عليك يوقف النفقه من النهار اللي ما غاديش اللي غترفضي ترجعي للدار الزوجيه البيت الزوجيه من ذاك النهار للفوق. من نهار فما فوق. اما داك الشيء اللي لتحت 20 عام تيبقى الحكم صاري. اييه. وما عرفتش دابا انا اسمع غادي ندير. ما عرفتش واش نوصل الدروج وما عرفتش. انت راكي عارفه احسن مني. انت عارفه احسن مني شنو ما باغاش نرجع ليه. واش ولدو تقريبا ولا راجل تبارك الله وصل عندي عاش ولا باغي يرجع لي للبيت الزوجيه؟
اي ولكن هادشي انت اللي خصك تاخذي فيه القرار. انا اللي نجاوبك ونقول لك ان الحكم هذاك مازال ساري مفعول ومازال ما تبلغش. اذا غادي يطبقوا عليك غادي ترجعي لبيت الزوجيه، او لا ما رجعتيش غيبقى في النفقه من الفوق من ذاك التاريخ اللي رفضتي فما فوق. دابا دير النفقه غير من مثلا الحزمه داعيه 2023 دابا 2023 2029 هي اللي غادي تسقط فيها النفقه. اي لا ماشي تسقط فيها، غتخلصيها غتخلصي فيها. وداك الشيء الاول ما غاديش يسقط داك الشيء. لا كل شيء كتساليه له نفقه الا ما كانش نفق هاد السنوات كلها على ولده. كتسالي هذاك الشيء النفقه كتسالي. لا دابا حنا داير معاه بروتوكول بانني هذا البروتوكول قلتيه لي انا. دابا ما قلتش لك. ايوا انت عندك بروتوكول، قولي لي درت بروتوكول. دايره معاه بروتوكول بانه ملي درت لي الحاج على الدار بقاو تيطالبوا داك الشيء، درت معاه بروتوكول بان غادي يعطيني 1000 درهم من الشهر للشهر ويعطيني 5000 درهم من العام للعام. إن هي النفقه حسبنا فيها و1000 درهم فيها عطاه لي 5000 درهم عمره ما عطاه. ديك 1000 درهم راكي كتساليها له فوق ما بغيتي تدعي عليها دعي عليها. باقا ساريه المفعول. هي ساريه المفعول. يعني ما عندوش يدخل فيه داك الشيء الاول اللي كاين البروتوكول ما عندوش يدخل. لا دابا من مور ملي يردك مورا دار الحكم الاول هذا البروتوكول اللي حدي الان ساري المفعول. واخا نهار يدير لك مسيره الرجوع لبيت الزوجيه وينفذها عليك تما غيوقف البروتوكول. زعما انا ما بغيتش نرجع يبقى في البروتوكول. انت ما بغيتيش ترجعي للدار اش ننفق عليك. ولكن يتسرى الحكم غير الاول اما 2023 2026. اذا خديجه واضح الجواب. نواصل او في اصوات معكم مباشره؟ احنا مشينا ولا مشينا؟ ناديه نعم. وصار والله بقينا غاديين هكا مشينا. والله ما بقى فينا باش تهز لا احزاب لا نقابات لا اسر لا زواج لا اطفال لا اباء لا تقاليد لا عيد كبير لا عيد صغير لا رمضان. شنو بقينا؟ بدون تعليق دكتور لاني لا نقص ما نساليوش اليوم. ناخذ ناديه من مكناس. السلام عليكم اختي سناء. وعليكم السلام لاله مرحبا بك. عافاك هو ولدي غيهضر بالنيابه عليا. شحال في عمره ولدك؟ ولدي في عمره 26 عام. مرحبا تفضل. اسامه رجف الله. مرحبا ما تعطيش كنيتو بلاش تفضل. واخاك سي اسامه مرحبا بك تفضل. تفضل اسامه شنو السؤال ديالك؟ السلام عليكم بخير كلشي مزيان؟ الحمد لله بارك الله فيك. حنايا كريم عنده واحد البكري كان دعانا على دعوه ديال الاحتياج بانه محتاج زعما محل الدار ديالو وفي المحكمه الابتدائيه حكمت الصالح ديالنا. شنو هي حكمت الصالح ديالك؟ حكمت زعما انا خلصوا الكرا ما خرجتش الافراغ ما كانش الافراغ يعني ما كاينش احتياج يعني ما كاينش الاحتياج تماما. هو اصلا ثبتنا باللي ما كاينش هو عاود استأنف الدعوه وجاب شي شهود وغير في المعطيات ديال الملف بان زعما حنا المحل النزاع حنا كاين عنده المحل في السطح 3 ايطاج ولكن هو بدل في المعطيات دار بان كاين عنده الدوزيام يعني تحكمت بالافراغ للدوزيام وحنا ساكنين في 3 بدون تعويض بدون ايوا صافي هذا هكا. وانت لاله ملي كتعرفي تهضري علاش مدوزه لنا ولدك؟ هادشي اللي كاين دابا غادي ديروا النقد ولدي هادشي اللي عندكم لان دابا الاستئناف حكمات وهو غير معلومات يعني كنتو ساكنين نتوما في السطح ولا في الطابق الثالث وهو دار الطابق الثاني. اذا هذه المعلومات هادو تيخصكم تشوفوا مدى التاثير ديالها على الدفعات اللي غادي اللي هي قانونيه وعلاقتها بما هو قانوني باش يمكن لك تشوف مع المحامي ديالكم واش غادي ديروا النقد امام محكمه النقد واش كاين شي نقاط اللي نديروها امام محكمه النقد باش اذا تقبل لكم النقد غادي يرجع الملف مره اخرى للاستئناف وعاود يتناقش من جديد. واخا شكرا دكتور. عفوا سيدي. شكرا. الله يوفق دكتور. في ملف سبق وتطرح عليك سؤال دكتور وقلتي لهم كاين صعوبه تنفيذ ما يمكنش يتنفذ عليكم لان الحكم كان في محل رقم 1 وانتم في محل رقم 2. لا ماشي واش ما كتطبقش عليهم هذه الحاله؟ لا ماشي نفس الحاله. لا ماشي نفس الحاله. هما دابا في قلب المعطيات اللي دار هو في المذكره ولا في المقال ديالو دار شي اما في العنوان اللي داير لهم في
في الصفحه الاولى ديال الحكم غادي تلقى ديال العنوان الصحيح. نعم. ولكن دخل لهم شي حاجه ماشي هذيك وجاب شي شهود ماشي هما هذوك، فهمتي يعني. كان تلاعب. نعم. اذا نمشيو ناخذوا ايمان معنا على الخط مباشره من الدار البيضاء. ايمان مرحبا بك لالا. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. اما الا كان هذا الشرط متوفر غادي نقول لهم انتم كتنفذوا على شي واحد في السابق الثاني، انا غير معني. انا في الثالث. نعم. تفضل ايمان، شنو السؤال؟ السلام عليكم. الله يسلمك، عندي واحد السؤال. انا عندي الحكم ديال طرد محسن انا وليداتي جوج. دابا مطلقه هذه عامين ونص، كان راجلي اللي طلقني والدار في الاسم ديال شيخي، يعني بوات الطليق ديالي. وهذيك الدار اللي ساكنه فيها هذه دابا حاليا انا كنت ساهمت فيها زعما اون سوم اللي كي اسي امبورطونت، ولكن هذه اللي في سميت شيخك. هي خلاها في سميت شي بواه. هذه اللي ساهمتي انت فيها بسميت شيخك. في سميت شيخي. ما عندك فيها حتى حاجه لالا. ولكن ما عنديش فين غادي نمشي، والاختار الطليق ديالي يعني ما كنتواصل معاه حتى شي حاجه، ما موفر الوليدات لا السكن بديل لا حتى شي حاجه، ما عنديش فين غادي نمشي يعني. ولكن حاكمه عليه المحكمه باش يدي لك واحد الوجيبه كرائيه. ولكن هذاك الواجب الكرائي هو هزيل جدا، حيت زعما ما بغيتش نقول هاد لي ديتاي. دابا هو الاب ديالو في الدومين زعما في القانون، ما بغيتش نقول شنو، ودخل ليه في الحكم، خرجوا ليه واحد المبلغ هزيل جدا لا في المتعه ولا. شنو هو هذا الهزيل؟ قولي لي شنو هذا الهزيل باش نقول لكم بصح واش كاين تدخل ولا كتدخلي في راسك تدخل. شحال عطاوك في النفقه؟ في النفقه 1800 درهم، فيها 600 درهم ديال السكن و1200 الدراري بجوج، يعني 1800. اش كيدير هو السيد؟ شنو الخدمه ديالو هذا السيد الزوج ديالك؟ سيد كوميرسيال في واحد الشركه واش عنده اجر قار؟ شحال كيشد في الاجر؟ 10000 درهم. وحكموا لك 600 درهم للطفل؟ لا 600 درهم للسكن اليوم الاثنين. هي 600 درهم النفقه الواحد. 600 درهم يعني 600 درهم النفقه و600 درهم للسكن. هذا هنا كاين اجحاف في حقك على 10000 درهم، هادشي ناقص. فوالا. وحتى دابا باش انه نتواصل معاه باش يوفر لنا السكن، حتى والدي ما كيخليونينا نتواصل معاه. شوفي لا ما تعقدي شيء الامور، ما عندك ما تدي من هذا الراجل. هذاك الشيء اللي عندك هو هذيك 600 درهم ديال النفقه د ولدك و600 درهم ديال الكرا، في المجموع 1600 درهم ولا 1700 درهم في المجموع كل شيء. نعم. هادشي اللي عطا الله في القانون ديالنا، هادشي اللي عطا الله. يعني اللي باش ما تبقيش تكبري الغبينه بحال ديك المراه البارح اللي عيطات لي، لقات راجلها تيخونها ومشات تطلق وحكموا لها حتى هي بشي حاجه مبلغ زاهد جدا ومكرفصه، وقالت لك شنو غادي ندير. هادشي اللي عطا الله، القانون ديالنا هو هادشي اللي كيعطي. يعني اللي تخص تخمي فيه هو خدمتك والمسؤوليه ديال وليداتك. دابا المشكله استاذ هو بنتي عندها امتحان الموحد في لو 28 جوان، وحنا عندنا التنفيذ، حيت عيط لي المقدم قال لي لو 15 صافي غادي يجيو القوه باش يخرجوكم. لا يمكن لك تبيني عطيه السيد ديال الامتحان وغادي يعطيك تمشي عند رئيس المحكمه غيعطيك مهله. واخا استاذ بارك الله. لكن هذه ماشي ما فيهاش مشكل، ولكن لا غير ما تبقيش تبع هذا الراجل، ما عندك ما تدي منه. واخا انا ما تنقولكش بلا لا عنده الحق، وهذا الشيء اللي تستاهلي انت وداك الاولاد وخي فيك، فهمتي؟ ماشي هذا الشيء اللي تنقول لك. غير تنقول لك ما الا تقتي وبقيتي كتعمري راسك بهذا الحوار وبهذه المشاكل وهذه الغبينه وهذه الشكايات وداك الشيء، غتبقاي مريضه حياتك كلها. هذا الموضوع خصك تطويه وتقولي داك الوليدات عندهم انا امهم وكاين الله وغنوض نخدم، ولا عندك امك وباك حتى هذا راه نقطه قوه عندك. صافي هادشي علاش تعولي. اما داك الشيء ديال اللي كيعطيك هذا الشيء اللي حكمت به المحكمه خليها غير خضره فوق طعام، انت اللي خصك تعولي على راسك. ايمان شكرا شكرا. لا اذا نواصلوا مع سي بوبكر من مدينه مكناس. بوبكر السلام عليكم. عليكم السلام. بخير استاذه. مرحبا بك بوبكر، شنو السؤال ديالك؟ الله يبارك فيك. واحد الاستشاره مع الدكتور معطوك الله يخليك. تفضل مرحبا بك. كي داير سي دكتور؟ بخير الحمد لله سيدي بارك الله فيك. باش عليك، شرف ليا. الله يبارك فيك سيدي، مرحبا بك. الحمد لله. خويا عندي واحد الاستشاره قانونيه الله يخليك. واحد السيد دعاني وانا ما في العلمش ديالي، هذا السيد من العائله. اذا نتصاب حكم غيابي.
لا ماشي حكم غيابي، حكم حضوري. كيجيوني شواهد ديال التسليم وهو متفق عليه هو واحد الشيخ مقدم، يعني رشاهم الشيخ قراوي مقدم قراوي، كيشدوا البطاقه الوطنيه ديالي كيوضعوا النمره الذكر ديالي وكيسنيو بلاصتي وكنرجعوا جوه المحكمه. اذا المحكمه كتحكم عليا. بالنسبه لك انت راه كتوصل بالاستدعاء وما كتحضرش. وانا ما كنحضرش. دار الحكم ضدي، خلاو ذاك الحكم ما تبلغتش به يعني عاجلا باش نمشي باش ما طعنش فيه. خلاو حتى داز الاجل ديال الطعن وداز الاجل ديال الاستئناف، عاد صيفطوا لي مفوض قضائي. بلغتك ودي انا هادشي هذا ما فراسيش، قال لي ودي انا ما عندي ما ندير لك، انا هادشي انا هذه خدمتي، انا بلغتك ودابا تسول على راسك. طلعت استشرت مع المحامي ديالي قال لي ما بقاش عندك الحق بالاستئناف وما بقاش عندك الحق. هذا حكم جنحي مدني. هو قال لي عندك اللي خصنا نديروا بهم شكايه للوكيل الملك بالتزوير. عندي شواهد ديال التسليم وصونيت عليهم، درت لهم تسجيل ديال المكالمه. هذاك الشيخ المقدم، الشيخ تيقول لي ودي انا استدعاء صيفط مع واحد الدراري وجدي داك التسجيلات الصوتيه ودرت لها يعني فرغتهم عن طريق مفوض قضائي، درتهم في السيديه دفعناهم للسيد الوكيل الملك، ورغم ذلك تحفظت الشكايه. تحفظت المره الاولى، درنا لها طلب خروج من الحفظ، وحيت هادشي غير كافي كيثبت الزور، هادشي غير كافي. وشواهد تسليم اللي فيهم اختلاف توقيعات. ما خصك دير خبره، خطيه. شكون يعطيني خبره استاذي؟ تمشي دير خبره بوحدك، سير دير طلب الرئيس المحكمه قول له بغيت خبره على هذا الخط هذا، ولا الوكيل الملك. دابا انا كلفت المحامي هو اللي دار لي هادشي هذا، ما فهمتش انا مره بصفه نهائيا في هادشي ديال القانون. المهم دار لي شكايه الوكيل الملك ودفعنا دوك الشواهد ديال التسليم بثلاثه بهم اختلاف توقيعات، وكل توقيع بشكل. اذن هذه في الشكايه غادي دير له الشكايه الوكيل الملك ديال الزور وطلب باش تكون خبره خطيه على داك التوقيعات. درناهم ودفعنا دوك شواهد التسليم ودفعنا السيديه فيها التسجيلات الصوتيه ديالهم شنو تيقولوا، رغم ذلك تحفظت ودرنا طلب خروج من الحفظ والو. درنا شكايه ديال التظلم الامام وكيل العام، ونفس القرار اللي كياخذ وكيل الملك خداه وكيل العام. ايوا سير عند رئاسه المحكمه. عند رئاسه المحكمه في الرباط. رئاسه النيابه العامه درت لها شكايه يعني رئاسه النيابه العامه، نقولوا رئاسه المحكمه، رئاسه النيابه العامه. صيفط عن طريق البريد بلا ما بحال. لا سير عندهم وقول لهم بغيت نشوف مسؤول باش نشرح له هادشي هذا باش يشوف هادشي هذا، لان هذا ليس رساله مكتوبه كالشرح. تيشوفوا الشخص اللي كيشكي اللي قدامه مواقف ويفهموه مزيان ويحسوا، وعاد عطيهم الوثائق والاقراص اللي عندك وداك الشيء باش يعرفوا بان راه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. واخا وسيدي استاذي يعني مفرخه عن طريق مفوض قضائي. اي تا هو تدي لهم لعنا وتمحوا لي دوك الفيديوهات من التليفون. وهذا هو علاش هو دابا السيد هذا من العائله وكيدعي تيقول لك انا عندي نفوذ، انا هنايا في ناس بصفه نهائيا ما غادي تصور مني شي حاجه، سير طلع للرباط بحال هكا. هذا اللفظ هذا كيقول لي، وفي عندك هضره كيقول فعلا هي كاينه. اذا ندير هذه الخطوه سي بوبكر، تبارك الله عليك. اذا دكتور كان هذا اخر اتصال في حلقه اليوم، نلتقي بحول الله يوم غد ان شاء الله. دابا هاد جوج ديال الناس ولا ثلاثه ديال الناس هذا النهار اللي كيسولوك هاد الاسئله، كيسولوني هاد الاسئله وتيوريوك الظلم اللي كيعيشوا فيه والحقره، وكتحس بين كاين فساد. كيأثر عليك شي تاثير انت ولا انا؟ راه كيصيفطني مهلوك، ثلاثه من الناس بحال هكا في هذا اليوم كيصيفطوني النهار كله وانا كنعرج. وقفت بالدرجه الاولى دكتور عند المشكل ديال الاخلاق. اليوم الناس كيفاش كيكذبوا على هذا من عائلته ولا خرج جارو، شنو دار فيه، دخل الحبس المره الاولى، عنده صورتي او موقف التنفيذ. الاخلاق دكتور بالدرجه الاولى، وعاد نمشيو للفساد. هي راه مساله اخلاق، الفساد راه اخلاق. الفساد زعما هذا الاثر هذا، والتالي بقى يقولوا معنا الدكتور تيغوت، كيهضر معنا شي واحد تيغوت فيه. انا راه مرضت بهذا الشيء هذا. لا دكتور ما خصكش نمرض باش نواصلوا، ولا مرضتي غنوقفوا. لا ما يمكنش. نزيدوا نخدموا نجاوبوا. شوف كاين تيخلق الناس انواع. كاين النوع اللي كتعاود له الهم ديالك كيقبطوا تيلوحوا الدور وانك ما عاودتيلوش، وكاين الناس اللي ملي كتعاود له الهم ديالك كيحشيه في القلب ديالو وكيألمو. انا من هذا النوع الثاني، انا كناكل الدق مع كل واحد كيحس براسو محقور وكيحس براسو مظلوم، كناكل الدق معاه في الملف ديالو. القلب ميت، قلب ميت. القلب ديالك ماشي ميت، دايز عادي. انا كنبقى النهار كله، انا تنبقى النهار كله كنعرج. لا كنتألم داخليا والله يعلم بذلك، ولكن ما يمكنليش نبقى في هذا الشيء اللي تيخليني انا نتقلق، وفي بعض الاحيان تنغوات
هاد الحقره اللي كيحس بها المواطن. دابا بحال هاد السيد هذا التالي، دابا ناخذوا غير التالي، ما ناخذوش هذاك اللي تهبوا ونصبوا على مرته كيدير الغسيل ديال السيارات تحت. دابا غير هذا تبليغ مزور باش يقولوا بين السيد تبلغ وما حضرش. تبليغ الحكم مزور، تبليغ الاستدعاءات مزورين. كيف يعقل ان المفوض القضائي يخرج ويبقى تيتسارى؟ كيف يعقل ان الشيخ ولا المقدم يخرج تيتسارى وما يتعاقبوش؟ وفي الاخر ديال داك السيد اللي عنده الغسيل، كيف يعقل ان القاضي اذا كان فاسد انه عاود يحكم؟ علاش قلت لك انا ملفات عقلت لي واحد النهار درنا واحد التسجيل واحد الحلقه وقلت لك الملفات اللي كيتبين بانه القضاة كانوا فاسدين وتحاكموا، خصني نرجع للاحكام ديالهم اللي قبل. ملي كيتبين بان قاضي فاسد وتعزل كل المحاكمات وتم المتابعه ديالو وتحكم واصبح الحكم نهائيا واكتسى قوه الشيء المقضي به واصبحت الادانه لا نقاش فيها، خصنا نرجعوا للاحكام ونوضعوا واحد المعايير ديال المده ومعايير اخرى نوعيه ديال الاشخاص اللي خصنا نعيدوا النظر في الملفات ديالهم. لان هذا اللي فاسد وتحكم ودخل الحبس وانتهى الامر، صبحت الادانه ديالو نهائيه. كيف يعقل ان الاحكام اللي عاد دوز قبل ما يدخل هو الحبس قبل ما يتحاكم ندوزها انا عاديه ونعتبرهم احكام عاديه؟ خصني نرجع ولو على الاقل نقول سنتين مثلا اللي تحكموا هاد السنتين كلهم نعيد النظر في الملفات ديالهم، لان انا متاكد ان نلقى الناس مظلومين. بأمان الله دكتور، نختم. الى اللقاء. الى اللقاء. شكرا لسيف الدين كشوان في الاخراج. تحيه لكم اوفياء اصوات. بقاو معنا لحظات قليله. زينة ربيع الاسود.